السلام عليكم، ازيكم؟ انا دكتور عصام. عيانه جايه لي في العياده بتشتكي من وجع في وش القدم. الوجع بقاله شهر ورجليها مورمه ومش عارفه تمشي. بالفحص الطبي بفحص رجليها لقيت الوجع كله على العظم بتاع وش القدم. بعتها تعمل أشعة، لقيت إن في كسر في العظمة وهي ماشية عليه بقالها شهر، وهو ده اللي عامل لها الألم، هو ده اللي عامل لها التورم. وستر ربنا عليها إن الكسر ما فتحش، يعني العظمتين في مكانهم ما بعدوش عن بعض، لأن العظمتين لو بعدوا عن بعض ساعتها ما عندناش حل غير العملية، ما هرجعهم قصاد بعضهم إزاي؟ فبالتالي اللي أنا عايز أقوله في الفيديو ده بعد إذنكم، لو حد اتخبط والألم مستمر والألم موجود على العظم، روح اكشف، روح شوف، خلي دكتور عظام متخصص يبص عليك، يعمل أشعة، اطمن إن العظم في مكانه. لأن العيانة دي ربنا سترها معاها عشان هي ست طيبة وجميلة، لكن في سيناريوهات تانية بتبقى العكس، يبقى العيان كان عنده كسر مستقر وداس او اتحرك او حرك العظمه فالكسر فتح من مكانه، فما بقاش عندنا حلول غير العمليات. فنبقى نقدر نفادي القصه دي كلها بس بالمعلومه دي. لو في عيان واحد بس اتفرج على الفيديو واستفاد منها نبقى عملنا حاجه كويسه. ان بعد اذنك لما تتخبط والالم مستمر ما بيتحسنش على العظم، روح اكشف عند دكتور عظام وخليه يعمل لك اشعه عاديه على العظم عشان نطمن ان العظم كويس وبخير، مفيش مشكله، وبعدها مارس حياتك. ألف سلامة، كل سنة وانتم طيبين. سلام عليكم.